أخبار مفادها سقوط طائرة صغيرة بمنطقة حاسي البكرة 30 كيلومتر عن عاصمة النفط الجزائري حاسي بسعودة، حيث أن السقوط لم ينتج عنه خسائر بشرية. أين نجا طاقم الطائرة من الموت المحقق بأعجوبة؟ الطائرة تابعة لأحد الشركات الخاصة، كانت تحمل القائد ومرافقه في خرجة تدريبية. الطائرة النمساوية الصنع سقوطها كان بعد هبوط اضطراري نتيجة فقدانها لطاقة المحركة، ومع استحالة رجوع طائرة للمطار من أجل هبوط اضطراري لبعد المسافة، قرر قائد الطائرة الهبوط في طريق رملية وترك الطريق المعبدة تفاديا لاشتعال النار واحتراق الطائرة.